السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة. النهاردة هنعمل قرنبيط كده بطريقة جديدة، بمكون جديد كده حلو، هيظبط معايا الخلطة بتاعت القرنبيط، وهيخليه طعمه حلو ومقرمش كده. دي قرنبيطة بصراحة أنا جبتها من السوق على عيبها كده. يعني كان الراجل بيقول ب15 جنيه، جبتها ب10 جنيه، علشان يعني ايه النغزة اللي فيها ديت. وطبعا ما تعبهاش في حاجة غير الحتة بس اللي منغوزة، هنشيلها بس كده وننضفها. همسك بقى القرنبيطه بتاعتي كده. طبعا لو حابه ان انت ساعة ما تجيبيها على طول تنضفيها كده وتحطيها في كيس وتربطي عليها وتدخليها التلاجة، بتعيش معاكي يعني اسبوع 10 ايام في التلاجة، ما بيجرالهاش اي حاجة. بس تكوني حطاها في كيس وربط عليه كويس ومطلعه منه الهواء، عشان ما تسمرش منك ولا تعمل عفونة. هبدأ بقى اطلع الوردات بتاعتي كده. وطبعا على حسب ما انت حابة بتعملي الخرطة، كبيرة صغيرة وسط. انا بصراحة بحبه يعني ايه في الوسط كده، لا هو صغير قوي ولا مثلا يكون معايا الخرطة كبيرة كده تحس ان الوردات وردتين لازقين في بعض، فبيكون معايا بالتالي بيطرى معايا كده بعد التحمير. كل ما كان خفيف ومثلا قطع صغيرة بتحس ان هي يعني ايه بتبقى ناشفة شوية. او زي ما بتحبي بقى، ممكن بقى تطبخيه تقليه، تعمليه كفتة. يعني من القرنبيط ده بيطلع منه أصناف كتير قوي. بصراحة أنا بحب أخلله وأطبخه وأعمله محمر. ما جربتوش في الكفتة أبدا خالص. وعندي الأولاد بيحبوا إن أنا أسلقه كده وياكلوه أبيض مسلوق، ما بيحبوش الخلطة التقيلة عليه. عشان كده هنعمل خلطتنا النهاردة هتكون خفيفة مش تقيلة. عامة ما بعملوهاش تقيلة أبدا، لأن يعني إيه كل ما كانت الخلطة معايا تقيلة بتعجن معايا القرنبيط. وطبعا هشيل، طبعا مش هعملها كلها، هشيل القطع ديت كده وابقى اعملها في طاجن في الفرن. انا نضفتها حلوه اهوت، ما فيهاش اي حاجه. وهحطها في كيس واربط عليه كويس وادخله التلاجة. وزي ما قلنا بتعيش معاكي مده طويله جدا، ما بيجرالهاش اي حاجه. حابه تفرزيه بقى بتفرزيه زي ما احنا قطعناه وردات كده، وتحطيه في الاكياس بتاعته. برضو ما بحبش اسلقه. وده يعني كنت لسه مخللاه وحطيت معاه لفت على طول كده، شايفين يعني لسه يعني كان لسه ليه يومين اتنين. بصراحة مخلل القرنبيط، انا عندي الاولاد بيعشقوا القرنبيط والكرنب، بيعشقوه كده. بيحبوا حاجة اسمها قرنبيط وكرنب متخلل. هنا حطيت المية بتاعتي على النار تسخن كده زي ما انتم شايفينها، وحطيت فيها ملح ومعلقتين من الخل. وطبعا هنزل بقى بالقرنبيط بتاعي. يستحسن بعد المية ما تكون بتغلي تقوم حاطه القرنبيط بتاعك. يعني انا اعرف ناس بيحطوا عادي ويحطوا المية الساقعة بيتسلق، مش بيجي بيحصل حاجة. بس طعم الحاجة بتختلف من أكلة لأكلة، يعني بتبقى نفس الأكلة الست طبخة نفس الوصفة وتقول ده انا عاملاها زي ما هي عاملاها، بس تيجي الطعم مختلف. ليه؟ لان انت في تركتك وحركاتك اللي انت بتضيفيها وبتحطيها في اكلتك مختلفة تماما عن التانية. فركزي دايما كده في الطبخات بتاعتك. معايا الخلطة بتاعتي بقى بصل وليمون وفلفل وطماطم. ومعايا البهارات بتاعتي فلفل وكمون، ديت السبع بهارات. وكزبرة ناشفة يعني البهارات اللي انت حابة تحطيها بتحطيها بصراحة يعني. وتلات اربع فصوص من التوم كده. بنزل بالمكونات بتاعتي كلها في الخلاط كده. طبعا انا لا حط، انا دايما ما بحطش بيض في القرنبيط، وكنت بحط مايونيز. فانا برضو بصراحة المايونيز خلصان، انا يعني ايه الموجود عندي في البيت انا بحطه. يعني المتاح عندك في البيت حطيه. البيض متواجد حط بيض، مفيش بيض في مايونيز حط مايونيز. هنحط دلوقتي بقى معلقة كده سحرية بصراحة يعني. أنا والله بجربها بالصدفة دي تاني يعني لازم أعمل مرة واجربها، وان بقت حلوة اعملها تاني فيديو. يعني ما اعملش كده من نفسي واقوم مصورة الفيديو، لا. عشان يعني ايه نبقى على ثقة كده ان الناس بتاخد الفكرة من ورانا. بخلط كل ده في الخلاط. طبعا ما بحطش الخضرة معاهم. علشان ايه؟ المعلقة بقى هي ديت لبن بودرة. لو متواجد عندك لبن بودرة حلو قوي 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 في القرنبيط المقلي. بصراحة تحفة. ولا حطينا بيض قسما بالله العظيم. يعني حد بيقابلني يقول لي لا تكوني بتحطي، والله العظيم ما حطيت ولا بيض ولا مايونيز ولا اي حاجة خالص. غير انا ما بحطش غير اللي انتوا بتبقوا شايفينه في الفيديو في التصوير.
هنحط بقى معلقتين 3 نشا كده، وطبعًا أنا المفروض كنت حطيت معلقة من السكر أو معلقة من العسل، فعلشان طبعًا السكر لو هيدوب، أنا حطيت معلقة من العسل المتواجد عندي في التلاجة، العسل اللي إحنا بنعمله للحلويات، وأحط الدقيق بقى على حسب ما أنتِ حابة الخلطة بتاعتِك تقيلة أو خفيفة. لو حاباها تقيلة هتحطي الدقيق زي مثلًا إيه، قريبة كده من سمك الكيكة، يعني قريبة مش سمك الكيكة، قريبة منها. هتحطي مثلًا معاكِ قطعة. وعايزة أقول لكم برضه إن أنا اتفاجئت إن الإضاءة كانت وحشة، قسمًا بالله العظيم أنا اتفاجئت بالإضاءة ديّة، لإن الإضاءة كانت في الطبيعي أحلى بكتير، ومنظر الخلطة وهي حمرا كده محمرة شوية شكلها يجنن، من الطماطماية والشطة الحمرا المفرومة اللي إحنا حطيناها. طبعًا القرنبيط بتاعي اتسلق زي ما أنتم شايفينه كده، وطبعًا ما بتسلقوهوش سليق كامل، يعني 3/4 سِوَى. نُص سِوَى ده هيبقى فيه لَتّة شوية، يعني تيجي تاكليه تحسّي إن هو طري شوية، لأ 3/4 سِوَى، لإن أنتِ هتحطيه في الخلطة وتحطي الخلطة وترجعي تحطيه في الزيت، فبيكمّل سِوَاه وهو في الزيت عادي. ف3/4 علشان لو سويتيه سِوَى كامل وحطيتيه في الخلطة وحطيتيه في الزيت، هتيجي تاكليه تحسّي إن هو معجِّن معاكِ، مش حلو. هنا بقى بدأت نزلت كده بالقرنبيط بتاعي في الخلطة، عايزة أقول لكم إن أنا كنت عاملة الخلطة ديّة بعد مثلًا إيه، قُمت من النوم جهّزت مطبخي وفطرت، وبدأت أعمله، وطبعًا كان الأكل بتاعنا الساعة 16:30 بعد العصر بساعة، وركنته بقى، يعني أنا حطيت مكعبين من مرق الدجاج كده ما كانش متواجد تحت الخلطة، ولمّا بنتي جات قُلت لها روحي هاتي لي مكعب من مرق الدجاج، بصراحة بيدّي له طعم حلو أوي، أوي، أوي. طبعًا شايفين بقى الخلطة زي ما قُلنا الخلطة أنا حاباها خفيفة شوية عند الأولاد، يعني مرّات يقولوا لي حمّريه كده بدون خلطة، يعني عايزين القرنبيط كده بدون وهو أبيض كده اقليه في الزيت، طبعًا اللي جرّب بينفع وبيبقى حلو، يعني زي البطاطس كده، بس طبعًا يعني عايز يبقى رقيّق أوي، يبقى طرنشات كده. خلطته كده في العجينة بتاعته وباسيبه بقى، قسمًا بالله العظيم أنا كنت عاملاه قبل الضهر، وهناك كنت محمّراه الساعة 16:30 لمّا بنتي حسّيت إن هي خلاص طلعت من الدرس، لإن طبعًا القرنبيط عشان يبقى مقرمش وحلو معاكِ لازمًا يكون سُخن، ساعة ما بيعدّي عليه ساعة بتحسّي إن هو طرى شوية وأقل من ساعة بتحسّي إن هو طرى معاكِ شوية. تعملي بقى عشان يرجع ناشف معاكِ بتسخّني الزيت وترجعي تقليه تاني، بيبقى مقرمش خلاص بقى نشف والطريان اللي فيه كلّه راح في الزيت وبقى مِيَّة، مِيَّة. شايفين؟ لإنه متروك بقى له ساعة و2 و3 المَيّة بتاعته سارده في جنب باين خالص إن هو مش هالخبطه بقى تاني في العجينة بتاعته لأ، أنا كفاية اللي هو شربه ده بس كده، وزي ما قُلنا عشان إحنا حابين العجينة بتاعته تكون خفيفة. هاحط بقى في الزيت كده طبعًا في البداية ما تلزّقهمش بعاد في بعض عشان مثلًا مش هيلزق، بس ده مش هيلزق ليه؟ لإن العجينة بتاعتي زي ما قُلنا خفيفة، فمش هيلزق أبدًا خالص. فأنا هاحط واملى الطاسة بتاعتي زي ما أنتم شايفينها كده. بدأت بقى حمّري بقى. على فكرة حابة أقول لِك لو حابة تحطّي كربوناتو حطّي براحتك، دي حاجة ترجع لِك أنتِ، بس أنا ما باحبش أحط كربوناتو في المقليات، ما باحبهاش يعني، هو كده الحاجة بتتحمّر يعني. فطبعًا اللون اللي يريحِك واللي يعجبِك بتحمّريه. أنا حمّرت كده وطبعًا باين خالص إن العجينة معايا شايفين خفيفة وحلوة، وطبعًا اللون زي ما قُلنا اللون ده بيرجع لِك أنتِ على حسب ما أنتِ حابة، وهو سُخن زي ما قُلنا هو ناشف، لاكون صريحة معاكم، بيبقى ناشف ومقرمش وحلو، بس بعد ما بيعدّي وقت كده من تحمير القرنبيط بالذات يعني، البطاطس الحلوة بتفضل ناشفة، أي حاجة بتفضل السمك، أي حاجة ما عدا القرنبيط، يعني ما بيعدّيش عليه مثلًا نُص ساعة وتبُصّي تلاقي القرنبيط طلع معاكِ، باقوم مولّعة على الزيت ومسخّناه تاني وحاطاه يا دوبك يسخن كده بيرجع مقرمش وزي الفل. خلّصت ده كان فيديو النهارده كده، آآ يا رب تكونوا استفدتوا منه وطلعتوا منه ولو بمعلومة صغيّرة. وحابة أشكر حبايبي المتابعيني، طبعًا بدأوا بصراحة أنا مش حابة حد يزعل منّي، بس يعني إيه، لمّا اتكلّمت معاكم على اللايك صدّقوني لإن يعني كان غصبٍ عني، لإني باتضايق لمّا ألاقي حد ييجي يكتب تعليق وما يكتبش وما يعملش لايك. ده كان فيديو النهارده يا رب ينول إعجابكم، وأنا فتحت واحدة أهوّة، طبعًا مش معجِّن ولا حاجة من جوّه وأهوّة وسُخن ما كنتش عارفة أمسكه أصلًا، لإن أنا قلّبته وحطيته كلّه فوق بعضه كده ما بيشربش زيت أبدًا،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.